اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا الزيتون المعصفر. طريقه سهله وبسيطه هناكله منه بعد شهر. هتمشي على نفس الخطوات في الفيديو. طريقه ناجحه وجميله، انا مجرباها بقالي سنين بصراحه. بس لازم فكره الليمون ديت، عشان بدل ما تعصري الليمون في الخلاط، لا احنا هنعمله فكره جديده خالص، وجوه في الفيديو هتشوفوا الفكره. يا رب اكون فيديوهاتي بتعجبكم، يا رب تكونوا بتستفيدوا من فيديوهاتي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل ده اتعمل ازاي. يلا يا حبايبي، شوفوا يا حبايبي، معانا زيتون عزيزي زي ما قلت لكم كده، بسم الله ما شاء الله. طبعا معانا جرجل. في طريقتين للزيتون، حابه تعمليها سليم كده وتحلي الميه تبعه كل يوم براحتك انت. حابه تشقها كده شقتين او ثلاثه، انت براحتك انت. حابه برضه تعمليها كده بس فقط وتسيبها سليمه زي ما هي، عشان المره تطلع من الفتحه اللي انت عملتيها. طب كويس. الطريقه اللي بقول لكم، اللي انتوا في ناس، اكتر الناس بتسيبها كده مقفوله زي ما هي، بتفضل المراره فيها لحد ما تخلصيه. حتى لو انت اكلتيه بعد سنه بتفضل المراره فيه، ياخد بالك. يبقى كده انا هعمله، انا كده مش عايزاه يظهر. يبقى انا هخرمها كده من فوق بالعين، مكان العين بتاعها، عشان انا مش عايزه يظهر فيها فتحات وكده. انا كنت الاول بعمل فيه ليه فتحات وكده، بس مع الوقت الفتحات دي بتسود بعد كده. فاحنا هنعمل الطريقه ديت اللي انا عملتها قبل كده كذا مره معاكم على القناه القديمه، المطبخ المصري البسيط. طبعا افضل طريقه هي كده، زي ما قلت لكم كده. انا هعمل بقى الكميه كلها كده بالمنظر ده، او بخليه سنان. انا بجوز السكينه كده او بجوز الكتلك، بس حاجه بسيطه كده، او بخليه سنان. وهنرجع بقى تاني نقول هنعمل فيه ايه، ونسيبه منهم 4 ايام او 5 بالطريقه اللي انا هعملها ديت، علشان خاطر ايه؟ تنجز معاك بسرعه وتاكل منه مسافه شهرين او 3، ويقعد عندك من السنه للسنه. هنقول لكم بقى على الطريقه خطوه بخطوه ان شاء الله مع بعضنا. هعمل الكميه دي بقى وانا قاعده وارجع لكم. كده انا خلصت الزيتون يا حبايبي زي ما قدامكم ما شاء الله. طبعا انا اخدت الكبير كله، هقول لكم بس كده، اخدت الكبير كده كله. وشويه المعوقين بقى اللي هم الصغيرين، المعوقين احنا بنسميهم معوقين، دلوقتي هنعملهم في ازازه كده مع بعضنا برده. احنا كده خلاص خلصناه. هبدا بقى ان انا اجيب بقى بوله فيها ميه واحط فيها ملح، احط فيها كيسين ملح او كيس كفايه، وهنقلبهم. ندوب الملح ده مع الميه، وهنضيف هنا الملح وهنحطه فيها لمده 5 ايام. بدل ما تستهلكي ميه كتير وكل شويه تدلقي في ميه، لا، الطريقه ديت بتوفر عليك الميه، وكمان بتخلي المراره بتطلع بسرعه ما شاء الله. مسافه 5 ايام او اسبوع بكتير بتلاقيها ما شاء الله، بتلاقي الزيتونه اصفرت وخلاص. عايزه تتخلل بقى تخليل ايه؟ ملح خفيف، والتوابل بقى الشطه والجزر والحاجات اللي انت هتحطها. تمام كده. هنحط الميه، ندلق الميه هنا. زي ما قدام كده، وكل يوم بقى نقلب من فوق لتحت، بس تقليب، بس تقليب من فوق لتحت. ودولت بقى هنحطهم هنا شويه الميه والملح دولت، نزودهم شويه ميه. احنا كده بقى هنسيبهم حوالي 5 ايام، ونرجع لكم بقى بالحاجات الجميله، عشان هنعمله ليمون ليمون، هنعمله زيتون معصفر مش ليمون، زيتون. طبعا احنا كلنا بنعرف ان هو الليمون هو اللي بيتعصفر، فالزيتون طبعا روحه كمان بيتعصفر، بس بيبقى جميل جدا، وبيبقى معاه طعم ونكهه مختلفه كده عن اللي انت بتجيبوهم بره. وطبعا الزيتون اللي بتعمليه في البيت او الليمون اللي بتعمليه في البيت بيكون افضل بكتير واحسن بكتير. يوم ما تشتري الزيتون تحضري الليمون، بتجيبي الليمون معاه، بتجيبي الشطه الحراقه السوداني معاه، بتحضري طلباتك الجزر، بتحضري طلباتك معاه، علشان ما تقعديش تقولي ده لسه هجيب مش عارفه، عشان تكون حاجتك جاهزه تعملها على طول. بعدها ب5 ايام هنرجع تاني ان شاء الله مع بعضنا بعد 5 ايام، ونشوف. هوري لكم برده شكل الميه قبل ما اكبها او قبل ما ادلقها، هوريها لكم شكلها ايه. لان الملح ده بيسحب كل المراره اللي جواه، وبتخليه بقى ملح خفيف وكل حاجه خفيفه. ومسافه شهرين او شهر ونص، 3 شهور بكتيره تاكلي منه، بيبقى جميل جدا. شهر ونص والله بكتيره تاكلي منه، بسم الله ما شاء الله. دي الطريقه اللي كل سنه انا بعملها فيه. هزودهم بقى شويه ميه برده تاني، وهركنهم كده على جنب بقى، نوسع على نفسنا البخار بتاعتها عشان ما نشوفش الملح. نرجع لكم بقى بعد 5 ايام يا حبايبي. دي طبعا ميه الزيتون زي ما شفتوا، بعد 5 ايام ما شاء الله نزلت كل المراره اللي في الزيتون بالملح طبعا ومساعده الملح. ده تخليل سريع بقى. تمام كده. حبيت اوريكم الميه بس عشان تشوفوا منظرها شكلها ايه. احنا كده بقى معانا الفلفل زي ما قدامكم كده. طبعا انا شلت العنق ده وقسمته كده، يبقى كده هنقسمه 3. لو هو طويل خالص هنقسمه على 3، لو قصير هنقسمه على 2 زي ما قدامكم كده. معانا الليمون، حوالي كيلو ليمون قطعته كده نصفين. ده هحط عليه ميه واحطه على النار عشان ايه؟ ينسلق نص سلقه كده، علشان انا محتاجه الليمون العصاره اللي جواه طبعا.
ومعانا بقى الشطه هفرمها في الكبه. لو انت ما عندكيش هرس الشطه هتفرميها من غير توم. تمام. معانا الملح طبعا، الملح هنا، والزيتون شايفين شكله ما شاء الله بعد 5 ايام ما شاء الله، ممكن بعد 3 ايام بالظبط. هوريكم الميه برده، ميه الزيتون ما كبتهاش، هوريها لكم شكلها ايه. ميه بملح امتصت كل المراره، وادي شكل الزيتون بعد ما سيبناه 5 ايام في الميه بملح. تمام. ومعانا كوبايه خل طبعا. هرجع لكم بقى، ده هنحطه على النار، هنقسمه كده وهنحطه على النار كده، وهرجع لكم بقى تاني واحنا بنعمل الخلطه مع بعضنا. ومعانا طبعا جزر هنبشره دلوقتي برده، الرسم طبعا، وحبه البركه، شويه حبه البركه، وهنرجع تاني معاكم في الفيديو. معانا البرطمانات، معانا بقى الشطه اللي قلنا لكم عليها متقطعه كده، لو هي صغيره هتتفتح كده وخلاص. معانا جزر مبشور حوالي كيلو، معانا حبه البركه معلقه كبيره، كركم اصفر معلقه كبيره، والخل. وطبعا الشطه عملناها كده، فرمناها هرسه الشطه كده في الكبه زي ما قدامكم، والزيتون، وهنجيب بقى والملح، وهنجيب بقى الصينيه كده عشان نحط حاجتنا دي كلها عليها. هبدا كده احط حبه البركه طبعا، والجزر، والفلفل، ده كله هقلبه كده مع بعضه. هرسه الشطه نسيت اقول لكم عليها، هنقلب كل الحاجات دي مع بعضها، ودينا مع بعض خطوه بخطوه. نقلب كل ده مع بعضه كده. كلكم بقى احطه بقى في الميه مع الملح. مش حاجه بينا كده. معانا الليمون طبعا احنا سلقناه، هنبدا كده بعد ما برد هنعصره كله. تمام. هرجع لكم بقى شويه كده لما اعبي الخلطه بتاعت الجميله اللي احنا عملناها ديت، الزيتون مع التوابل الجميله ديت. هرجع لكم بقى بعد شويه. هبدا كده اعبي الفلفل الشطه مع الجزر مع كل الخلطه اللي احنا عملناها ديت. نعبي بقى كده، ناخد من ده ومن ده. جبنا بقى ميه الليمون اللي احنا غلينا فيها الليمون طبعا، وبدات ان انا اعصر الليمون كده في نفس الميه. تمام. الميه ديت تعتبر ماده حافظه للزيتون طبعا، وهنسيبها بقى تبرد خالص ونعصره بقى كده بالمنظر ده. تمام كده. وهبدا كده اوزع القشر كده على الزيتون على الوش كده. ممكن تضيف جواه قشور، زي ما قدامكم كده. احنا كده معانا الملح حوالي 4 اكياس ملح طبعا، لان كميه الزيتون كبيره، وطبعا الرغبه في الملح. وهنحط بقى الليمون اللي معانا وهنقلبه بقى ندوبه. معانا ميه برده من الفلتر، لو انت ما عندكيش فلتر وهتخليني مخلل او ليمون او زيتون او اي نوع مخلل، هتغلي الميه. لو انت ما عندكيش فلتر، عندك فلتر هتاخدي ميه على طول من الفلتر وتحطيها. ما ننساش كوبايه الخل، معلقه الكركم، ده كله هيتقلب مع بعضه علشان ندوب بقى الملح. هبدا بقى اجيب مج كده، وهبدا كده ازود الليمون تبعي، اللي قصدي الزيتون الزيتون. نملى كده عليه ميه بالليمون والخل. طبعا احنا حاطين له هريسه الشطه خلاص، ما احناش محتاجين نحط شطه. لو انت ما عندكيش هريسه الشطه ممكن تحطي شطه ناشفه عادي، الشطه الحمراء اللي هي ناشفه الحاره عادي خالص، مفيش اي مشكله. طبعا احنا حطينا في الازازه زيتون، خلينا فيها. طبعا اللي ما عندوش برطمانات يحط بقى ايه، يحط في ازازه. احنا كده خلاص خلصنا. هنبدا نحط شويه زيت صغيره على كل برطمان، زيت زيتون، اي زيت عندك، اي نوع زيت. هنبدا نحط اكياس كده، ونبدا نقفل البرطمانات. كده يا حبايبي خلصنا الزيتون زي ما قدامكم، بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هتمشوا على نفس الطريقه، هتاكلوا منه بعد شهر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. ده الزيتون ده بقى ان شاء الله على شهر رمضان طبعا، كل سنه وانتم طيبين. وفي اي وقت تاكلي منه عشان البيتزا برده، لان دايما بنعمل بيتزا بنحتاج الزيتون دايما. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.